الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعلنا اللهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أم درسا خوي سيادنا فرتوكا الفقه المنهجي الجوري مذهب إمام الشافعي. أم جهشت بون موضوع حكم النكاح شرعا. كلام كفر هات. بسم الله. تمام. حكم النكاح شرعا، للنكاح أحكام متعددة وليس حكما واحدا، وذلك تبعا لحالة التي يكون عليها الشخص، وإليك بيان ذلك. أمنها بحث أحكام النكاح ديكي إنه كاقلو نكاح حكمي وينال جوري شريعة إسلامي تشيا. طبعا أف موضوعي هنا يعني اختلاف تدهيا لجوري قدرته وقوتنا قدرته جي إشكاليك تدهيا جبرقو حديثك بيخنبر عليه الصلاة والسلام هيا أجر البيرا وبي دميقو بيخنبر عليه الصلاة والسلام داخواز دكرج جينجاقو جرك زواج بكن هنگاني بيخنبر عليه الصلاة والسلام لفظك بكار آنيا أجر حديث بيرا وبي يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج قالي جينجا أو كسي جو باءة الجموينا هب برا زواج بكي. فمسألة قوتنا باءة خلاف كتيدة كم معنى قوتنا باءة لسر قوتنا باءة معنى ويجي حكم زواجي هاتية فرز كرن أمبيجن يعني كحكم وينا واجبة حكم وينا سنة قالوا مكروها قالوا حرامة أفحميجي لسر سبب شرو فكرنا قوتنا الباءة. علماء دو قوتنا باءة دا قسم قسمك علماء اعتبار دك قوتنا بيخنبر عليه الصلاة والسلام الباءة يا معشر الشباب قالي جينجا من استطاع منكم الباءة فليتزوج يعني أو كسي باءة الجموي هبي برا زواج بك. قسمك علماء قوتنا باء شروفدكن بمعنى قدرة إنساني جنسي قو كارب بواجبات خوي جنو ميراتي رابي. وآذ شرح إمام نووية يعني إمام نووي باعتبار أمد مذهب الشافعي ده شرح دكن كتابة فقه المنهجي لقوري مذهب الشافعية إمام نووي يكجوان كسن هري مظنة يعني مرجحة هندروي مذهب الشافعي ده. فإمام نووي اعتبار دك قوتنا الباء أواقو حديثة بيخنبر عليه الصلاة والسلام بيهاتية يعني معنى قدرة إنسان لسر عملية جنسية بزمان عربي القدرة على الجماع يعني يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة يعني من استطاع منكم الجماع وامتلك القدرة على الجماع فعليه بالزواج. هذا معنى يعني شرو فكرنا أول جمعنا قوتنا الباء وبالتالي أو كسي قدرتا وينا نبي براب روجي بقري. هذا معنى أولا جقوتنا الباء قوتنا يعني شرو فكرنا ددوا معنى ددوا قسم علماء ديرا جقوتنا الباء دبنا مسألة جنسية مسألة إمكانات زواجية قالوا أو إنسان قدرته وينا هيا جو مهري بدي أو إنسان قدرته وينا هيا جو مصروف البيركا خبكي أو إنسان قدرته وينا هيا مالك فكي. أو معنى الدوايا فالسرفي أساسي يعني كاقلو قوتنا بيخنبر عليه الصلاة والسلام قالي جينجا من استطاع منكم الباءة فليتزوج كاقلو من استطاع منكم الجماع يعني من استطاع منكم مؤونة الزواج يعني مؤونة النكاح بمعنى مهر مصروف ذكرنا مالكي لسر أساسي ظاهردو معنى أحكام زواجي ويجمر بحث بكي.
احكام زواجي بريقو ام بكرنا يعني كا كتاب بحث دكي احكام فقهي يعني احكام شرعي شخو بينجن وقو قرق جورا معلوم بي يعني هر مسألة مسائل فقهي يعني درباسي كذا بين سيبرا يكجفان احكامي بينج ده يعني يا واجبه يان حرامه يان مكروهه يان سنته يان مباحه هر حكمك هر مسألك مسائل فقهي يعني إلا كذا بين يكجفان بينجاده نظام جوارا معلومة قالوا واجب وحرام ومكروه وسنة ومباح ونفرقي جف دردخن قال لي خورتا بريقو ام درباس من بريقو يعني دسبيك دويج مرة بيجي مستحب بريقو ام بحثا مستحب لكن قالوا ونفرقي دخلنا فان احكام بينجي فقهيدا واجب حرام مكروه سنة ومباح او نوي تعريفي ناس لكن قال لي خورتا عبد الباري رضوان مصطفى فرهاد شيرزاد كجوافي مسألة كي انتزاني كاري برسفا ما بدي سيدا يعني بلكي أنكم جيش كي بيجم أم بيجن واجب يعني احكام فقهي بينجن يعني هر مسألة فقهي يكجبان مسألة ترتيب بيرسر يا واجبة يا حرامة يا مكروهة يا سنة يا مباحة ام دس بيبكنج يا اول الواجب واجب شيء واجب يعني جارك بله واجب يعني تشتك وإنسان جارك بكي إنه يعني أم بيجن جمران تي خواستن او تشتي جو شرعيج انسان خوستية على بله. سبيل الوجوب لازمة بكي اگر كر دبي خدان خير و اگر نكر دبي خدان گناه هفنا بي واجبة واجب او حكم جو شرعيج انسان خوستية جو جارك بكي ودما جو كر وببي خدان خير ودما جو نكر دبي خدان گناه هذا نابينا واجب الواجب ما أمرنا به الشرع على وجه الالتزام نثاب على فعله ونؤثم على تركه هذا نابي واجب واضح شورا واضح قال لي خورتا بلا شيء بلا سيد واجب لجم مذهبي شافعي لجم مذهبي مالكي لجم مذهبي حنبلي فرق وانا جفنينا واجب فرض مكتوب اذا هرسي قوتني هنا بيك معنيتين شتا قوت واجبة شتا قوت فرضة شتا قوت مكتوبة يعني نيفسان ديا دي بمعنى وي او تشتي قو شرعي شو خدي تعالى شو بيخنبري وينا هردو جيرتي قوتن شرع تشتي قو شرعي جي انسان خوستبي قو جارك بكي ودما قو بكي جي دبي خدان خير واگر نكر دبي خدان گناه فرق الجموانا نينا نابين واجب وفرض ومكتوب جبر فيك مثلا آيات قرآن بيروز بيجي كتب عليكم الصيام يعني سروة واجب بوا سروة فرض بوا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني أبناء حمب يك معنيتي لجم مذهبي حنفي فرقك هيدنا بين واجب ودنا بين فرض أو جي فرقك يقلك بسيطة دبيجن أو تشتي شرعيج مخوستبي ثبت بدليل قطعي يعني ثابت قرآن بيروز بيداكتية بأفنانا بيخو فرضة لكن أو تشتي شرعيج مخوستية بدليلك ظني يعني دليلك نسري صدي صد ثابت بوا أم جرد بيجن دليل ظني بأفنانا بيخو واجبة ديمك واجب أو تشتي شرعيج مخوستية جارك أم بكن دما أم بكن أم دبنا خدان خير وأجر أم نكن أم خدان جنهن أبنا بينا واجبة مقابلي واجب حرام هيا أجر وواجب فهم كروني كارب الحرام مش مردار خنشيا قالي خورتا بله سيدا حرام او تشتكو خده السرما حرام كريا او يعني تشتكو ام دكن بي يعني جناح خده وردقرن بمعنى أو تشتي شرعي
او تشتي جو شرعي شو خدي تعالى چه پیغمبری وینا یعنی چه قرآن پیروز دهان چه حدیث پیغمبر دهات اذ هر دو ناوی خو شرعن او تشتي جو شرعيج ما خوستيه جو جرك ام نكن يا واجب شرعيج ما خوستبو جو جرك ام بكن امنها بحثا حرام دكن حرام او تشتي جو شرعيج ما خوستيه جو جرك ام نكن ودمي جو ام نكن ام دبنا خدان خير واجر ام بكن ام دبنا خدان جنه عكس واجب تمام قالي خورتا يعني آيات قرآن بيروز مرد بيجي حرمت عليكم الميتة آيات قرآن بيروز أبناء شرع جمت خوازي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة أبناء تشتكى شرع جمت خوازي جو جرك أمنكن دمي جو أمنكن أمد بنا خدان خير ودمي جو أم بكن أمد بنا خدان جنه چما جبر جو شرعي جمر قوتيا حرمة يعني قالك تخواجي دور بكي تخواجي بباريزي حرمت عليكم الميتة يعني أو حيواني جو أمد بيجين شكيرتشوا أو حيواني جو هات فتصاندن بي جو بي قراندن حرمت عليكم الميتة والدم خوين ولحم الخنزير قشت براز وما أهل لغير الله به أو حيوان جهات سرجيكرن جبونا غير خد تعالى نابي غير خد تعالى السرويهات قوتن والمنخنقة أو حيوان جهاتية فتصاندن والموقوذة أو حيوان جهات كشتن بدربك جو كذرك جو هسنك ليكت وهاتا كشتن والمتردية أو حيوانا جو أم بيجن جبيرك كات لسربانك كات ومر والنطيحة أو حيوانا قد دوا جوانا ببوچاچو نهفدو يك جوانا مر دا أفجرتي قوتن النطيحة ديمك الواجب جبو خاطري قو نجاب درخن الواجب أو تشتي قو شرعيج ما خوستية قو جارك أم بكن دما جو ام دكنجي امد بنا خدان خير واجر ام نكن امد بنا خدان جنه مقابل وينا حرام او تشتي جو شرعيج ما خوستيه جو جرك ام نكن عكس يا اول ووقت جو ام نكنجي ام خدان خيرن حراميه ده ام نكن ام خدان خيرن جبر جو ام امتثال امر خدي تعالى دكن ودمي جو ام بكن ام كافنا جناها ده ام دبنا خدان جناه جبرجو ام بامريا خدي تعالى دكن افنا واجب افنا حرام دبن وادا بدرجك تي سنات ومكروه قوتنا سنات ينجي يعني تي قوتن مندوب جرى تي قوتن مستحب افحم بهرسي معناتين قوتنا سنات قوتنا مندوب قوتنا سنات افنا او تشتي قو شرعيج مخوستية لكن على سبيل الالزام يعني نجارك ام بكن شرعي قوتية باشا قوت بكي يا اول يا واجب جاركت بكي يا جو سنته يا جو مندوبة يا جو مستحبة او جو شريعتج مخوستية جو ام بكن لكن نجارك ام بكن باشا جو ام بكن ودمي جو ام بكن ام دبنا خدان خير واجر ام نكن ام نابنا خدان جنه عكس يا واجبي اول يا واجبي اول اجر تكرت خدان خيري اجر تنكرت خدان جنهي دي واجب دي مندوب ده دي سنت ده دي مستحب ده باشا قوت بكي ووقت قوت تكيجي تدبي خدان خير واجر تنكت نابي خدان جنه مسألة كودتي يعني ناسكرين فرقدنا بين واجب وسنة ده دليل ده او دليل جوجمرتي آيات قرآن بيروزا حديثة بيخنبر عليه الصلاة والسلام وقت جوجمرتي او دليل هانا ام جوي دليلي فهم دكن كا قالو شريعتي في مسألة ناجمة دخوازي على سبيل الإلزام جرك ام بكن يان على سبيل باشا جون بكن وكي نمونا حديثك بيخنبر عليه الصلاة والسلام هيا حديث بيخنبر عليه الصلاة والسلام جمرد بيجي صلوا قبل المغرب ركعتين بري الميجا مغربي دركعة الميج بكن بشترى بيخنبر عليه الصلاة والسلام قوتيا البري الميجا مغربي بكن دركعته افجي جارات دوا
جارس السيا بيخنبر عليه الصلاة والسلام قوتنك بكار آني أمري وينا بري الميجا مغربي درك عتا بكن مسألة واجب در باس در خستا مسألة سنة دا دمي قو بيخنبر عليه الصلاة والسلام قوتيا صلوا قبل المغرب ركعتين لمن يشاء أجوي كسي قود خوازي فما دام بيخنبر عليه الصلاة والسلام قوتنا لمن يشاء بكار آني جوي كسي قود خوازي أبا علامة قو مسألة جواجب دركت كتدرباس بو مسألة سنة دا مندوب دا مستحب دا واضحة قالي خورتا حتى في النقطة بله سيدنا مقابل سنة مكروه تيفيجا مكروه او تشتي جو شريعتيج مخوستية جو امنكن لنكرنا وينا على سبيل المثال يعني جارك ونكن نا باشا جو ونكن ودمي قوت نكي تدبي خدان خير لأجر تكرجي تنابي خدان جنه وكا مسألة حرامية مسألة حرامية جارك تنكي وأجر تنكرت خدان خيري وأجر تكرجت خدان جنهي دي مكروه ده باشا قوت نكي لكن قوت تكر تنخدان جنهي وقوت نكرجي تخدان خيري أبجي وكسال فم السنة أمي فرقدنا بين وحرام ده يعني فرقدنا بين مكروه وحرام ده أمي ناس بكن دريا دليل ده يعني دريا آيات قرآن بيروز يعني دريا حديثة بيخنبر عليه الصلاة والسلام وقت جو أمرتي دو قرآن بيروز ده حديثة بيخنبر عليه الصلاة والسلام احتمال جو قرينك تذهبي يعني تشتك دهندروي آيات ذهبي يعني تشتك دهندروي حديث ذهبي ها أو نام بدي فيمكرن جو أذ مسألة هنا نحرامة يعني نجرك يكجاري أم خدور بكن باشا قد خدور بكي وكي نمونا بيخنبر عليه الصلاة والسلام ده حديثة صحيح ده بيجي يعني صحابية بيخنبر عليه الصلاة والسلام بيجي بيخنبر عليه الصلاة والسلام منع مكريا أن يشرب الرجل قائما قوزلام يعني إنسان رابي آبي وخوش بياكي أظام معناوي ناقرك إنسان خو بباريزي يعني دسبيكي حديثة هنا دسبيكي ده تيخي بن مسألة حرام ده نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما تي يكسر خيب مسألة حرام ده حرام قمروف رابي آبي بخوش بياكي بيشتي ويرا حديثك يديتي أو حديثة دوا ذي مسألة بن مسألة حرام دخي بن مسألة مكروه ده أو حديث شيء أو جي حديثك صحيحة بيخنبر عليه الصلاة والسلام ده صحابية ديتيا يعني جي عبد الله كوري عباس دي بيجي ده حجيدة ما آبا زمزمي دايا بيخنبر عليه الصلاة والسلام وبيخنبر عليه الصلاة والسلام شبياكي آبا زمزمي بخوارية ها أفنا بجتا فهمكر إنه أو جارة أول وقت جو بيخنبر عليه الصلاة والسلام منع مكر جو أم آفيش بياكي فخن نمسلا حرام يكجاري نمسلا جو باشا جو مروف نكي لدبي جو جار جارنا مروف بكي حتى في دقيقة واضحة قالي خورتا واجب حرام مكروه سنة في قدري وناسكر يجورا بله سيدا مگو سيدا ناجبو حديثان مع دماغ حديث جي منسوخ بونه مثلا بيجه نه إنسان كانه وصا بيجه بله تمام حديث بيخنبر عليه الصلاة والسلام مثلا زيارتها قبرادة قد زيارتها قبرستان هذا بيخنبر عليه الصلاة والسلام بخد بيجي كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة بيخنبر عليه الصلاة والسلام بيجي برينها منع وكر بقو نهرنا زيارتها ميتة زيارتها قبرستانا آنها زيارتها قبرستانا بكن جبرقو وقت قوون زيارتها وانتر بعدكن روجا قيامتي تيني بيراوا روجا مرنا وتي بيراوا تيني بيراوا مروف دحف ديبال توبي فأفنا مثالك وكي نمونك مثلا انه حديث جيتين بيكون بيخنبر عليه الصلاة والسلام حكمك جوتيا نارينك جوتيا بشتي دمك بيخنبر عليه الصلاة والسلام وي حكمي او الرادك حكمك ينوتين ميداني واضحة؟ تمام ان شاء الله سيدي
دي بنسي يعني انها ما قوت بينج احكام فقهينا واجب حرام سنة مكروه افبونا شار يا بينجا جوجرتي قوتن مباح يانجي جرتي قوتن جائز قوتنا مباح وقوتنا جائز بمعنى او مسألة جو حكم شريعتي بينهات يعني فرقناك فعلي وعدم فعلا وينا بكار آنينا وينا ونبكار آنينا وينا وكها فتخضاني برياري يعني نحلاليتي دهيا نحراميتي دهيا تبكي وتنكي وكها فأبناء مجرتي قوتن مباح يعني جرتي قوتن مكروه بذي قدر جورة واضحة قال لي خورتا واضحة تمام سيدة إن شاء الله واضحة. ان شاء الله بجنها كرمكن بخوينن احكامي في زواجي اجمر بيجي انها بيشتي جو فيمكر جو حكم زواجي كما هاتيه خلاف كتيه ده تفسيرها قوتنا الباء كاقولو قوتنا باء مقصود بي او جماعه يعني مقصود بي مصروف زواجيه ياد الدوا وفيمكر احكامي فقهي كنا احكامي فقهي بينجن واجب حرام سنات مكروه مباح يعني جائز والسنة دجي مجبرة جو سنات ومستحب ومندوب أبحم بيك معنينا بيشتي جو أفهمكر كرمك إنها كتابة بخوين شد بيجي الأول مستحب، وذلك إذا كان الشخص محتاجا إلى الزواج بمعنى أن نفسه تتوق إليه وترغب فيه وكان يملك مؤنته ونفقته من مهر ونفقة معيشة له ولزوجته، وهو في نفس الوقت لا يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة إن لم يتزوج، ففي هذه الحالة يكون النكاح مستحبا لما فيه من بقاء النسل وحفظ النسب والاستعانة على قضاء المصالح. ويستدل لذلك بحديث البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. حكم أول بوجمرة قد حكم زواج مستحبة. شلو مستحبات حالته ذا قد حالات شيء أو إنساني هانا محتاج زواجية بمعنى إنه يعني قدرتها ويناي جنسي هيا تبرز غريكا وينا نينا دلي ويدخوازي جو زواجي بكي وإمكاناتي وين ماديجي هنا يعني كاريم مصروفي بكي كاريم مهري بدي كاريم مالي بكي لكن دعيني وقت دا أب إنساني هنا لسر خناطر سيقو بك بحرامية ده بمعنى أجر أب إنساني هنا عازب ما ترسنين جو أب إنساني هنا بك بحرامية ده بك بريازنا ده أب إنساني جو بفي حالتي بي إمكانه وي زواجي هيا هم قدرته ويناي جنسي هم قدرته وينا مصروف السرقو مالك فكي لدعيني وقت ده إنسانك معتدلة ناطر سيجي إمكاناتي وقدرته ويهيا جو تحكم نفسها خدا بكي ناطر سي جو بك بمسألة حرامية ده جمرة قد جو مستحبة جو زواج بكي بمعنى سنة جو زواج بكي جبر جو يعني يكج مقاصد زواج اي باشقا جو يعني زاروك تشي ببن عائلة بدرس كرن إنسان بطبيعته خو محتاج زواجية أو علاقتها جنسي أواجو خدي تعالى إنسان دا تشاندية فما دام ترسا ويجي نينا جو بك بحرامية ده باشا جو زواج بك جبو خاطري جوه رغبتها جو خدي تعالى خستية ويدا إشباع بك فجبي إنساني را سنة وأفناجي آني يعني حديثة بيخنبر ده عليه الصلاة والسلام جو يعني جنجارة جوتيا قالي جنجاب حديثة جو أمهرتم إشارات دكن أمدكنا دليل دقلك مسألة يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فدبر ده اعتبار دك انه او انسان جو هردو قدرتي ويناها بن هم قدرتها جسدي هم قدرتها مادي وايكونومي بيرها بن فبيخنبر عليه الصلاة والسلام حثا بينا كرياجو زواج بك طبعا دفردا أبناء يعني وقت جو مؤلف خداني كتابي جمرة قوت مستحبة أف قول جمهور فقهاء شافعية يعني جمهور فقهاء شافعية
دبيجن وطبعا إيه شافعية تنيجي حنفية مالكية دي حالتا إنسانك وكفيدا جو قدرتا وينال سر زواجي هبي جسديا يعني بدني لاشي وينا أم بيجن إمكاناتي وينا هيا تكي ماسي تعيبي دوي دانينا جو منعاوي بكج مثلا زواجي دعيني وقت دجي أم إنساني هنا قدرتا وينا ماديجي هيا جو كارب مالكي فبكي دعيني وقت دا ترسر وينا نينا جو بك بحرامية دا رأي جمهور فقهاء آية جي شافعية جي حنفية جي مالكية جي حنبلية جو يعني زواج بكي جبر جو السنة جبر جو بيخنبر عليه الصلاة والسلام يعني حثا خلقي كريا وبيخنبر عليه الصلاة والسلام جي الصحابية رقوتية النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني بيخنبر عليه الصلاة والسلام قوتية زواج سنة منا أو كسي جو خدوري سنة من بكي أو كسي هانا نجمنا أبناء رأيك ينجي رأي جمهور فقهاء آية لكن رأيك دي الجم شافعية هي دبيجنا نسنة مباحة يكي وكفينا ما دام سرخوا ناطر سيقو بك بحرامية دا عملية جنسية أم بيجن او ميلا انسان چزلام جبيرك را چبيرك جزلام را اگر او ميل بيره هبه افنا حاجتكش حاجات انسان چلو خود تعالى برچيبون وقت گود دي گرك مروب خوارنه بخوي چلو گو انسان تيد بي گرك آوه بخوي ولو جي خود تعالى او شهوتا جنسي دي انسان دا چيكريا مادام انسان نكتيا مرحلة گو بك بحرامية دا فافنا مباحة تزوجي نازوجت بسرمة بنايشي واضح جورا قولي أول بله سيدة إن شاء الله واضح قالي خورتا بله سيدة بلى إن شاء الله بردوام فرهات والزواج في هذه الحالة أفضل من التفرغ للعبادة والانقطاع لها طبعا دفردا بحث دكي أف شخص طبيعي أف شخص نورمال أفيقو مقوت هر إمكاناتي وي جسدي هيا هم إمكاناتي وي مادي هيا لجبير نكد عين وقت دا طرس نينا جو أف إنسان بك بحرامية دا دبي أف إنساني هانا يعني باشترى جو زواجي بكي جو والله تفرغي بكش عبادتي را يعني إنسانك بيجي أري يعني إشكالا منين أسكارم زواجي بكم يعني آلية جسدية وجي كيماسية منين عيبة منين ماديتها مجي باشا لي أذكارم تحكمت نفسها خدا بكم يعني طرس نينا جو از بكم محرامية دا ازيش خوخفالكم جلمي جارة ازي خوخفالكم عبادتي را ازي خوخفالكم روجي قرتني دا هذا عبارة مؤلف دبيجين نا زواجاوينا باشترى جو خوخفالا بكش عبادتي را بردوامك بلى. وعلى هذا يحمل توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم لأولئك النفر من أصحابه الذين تعاهدوا على الانقطاع للعبادة وترك الزواج. روى مسلم في النكاح باب استحباب النكاح لمن ثاقت نفسه إليه رقم 1401 وغيره عن أنس رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا أكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على الفراش فحمد الله وأثنى عليه فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. ومعنى فمن رغب عن سنتي فليس مني أي من تركها أعراضا عنها غير معتقد لها على ما هي عليه. بلي أفناد فردا دليلك آني أوجي حديثك بيخنبر عليه الصلاة والسلام دليل آني إنه إنسان زواج بك باشترق خبالك عبادتي را. طبعا حديث جي آني مختصرا جبر قلت خوازي يعني محل الشاهد إنما قصد جي أو حديث بدريجاية ويج ورا بيني يعني يا جو جير لازم بو مقطع جوج مؤلف را لازم جو ببي جير الدليل أو جورا آني مقصد جبي حديثة هنا مجموعة صحابية بيخنبر بن عليه الصلاة والسلام بروايتك كده جيد بيجين سي صحابية بيخنبر بن عليه الصلاة والسلام أو معناه قلتنا إن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بروايتك كده جو سي كسمون سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بروايتك يجي تحديد كن قدية مع عائشة عن عمله في السر
يعني كا بيخنبر عليه الصلاة والسلام جبلي جو أو حالي وينا جو مقابلي خلقي بيخنبر عليه الصلاة والسلام شتكي حتى جو يعني قيمتي وينا الجم خدي تعالى مظنة. طبعا مقصدها أصحابية جيد في سؤالي ده جو أوجي وكا بيخنبر عليه الصلاة والسلام بكن جبو خاطري جو مقامي وانا الجم خدي تعالى بلند بي فدور ده وقت جو بيركن بيخنبر عليه الصلاة والسلام ينجد روايات ديدا جو عائشة جواره بحثا بيخنبر عليه الصلاة والسلام كريا دمالي ده بحالته قلنا في خلقه ده ما يذكرنا جو حالته بيخنبر حالتك نورمالة يعني روايات ده بيجي فكأنهم تقالوها يعني هندك ديتن تشتكي نورمال ديتن بيخنبر عليه الصلاة والسلام أو تشتكي ولهم ما ظناك يحبر شعبا حتى جو أمبيجن والله بسبب فين عبادتي يام بسبب فين ميجي يعني بسبب فيروجي قرتني ولا مقامي وينا بلندبي بشتر الخوفا قرانا قلتنا حيرة أو بيخنبري خودية يعني أم نوا كوينا كارابن هر يكي جما برا تشتكي قول بردلي وينا شيرينا برسرخو حرام بكي بسبب وينا قو أمجي مقامي ما بلندبي فيكي جوانا قوتيا أما أنا جبرو بيدا أزي بشفرا بملميجا بكم زي قيام الليل بكم أزي تهجد بكم وأزنما خودكم أزو لفيني أم جفدو دور كتن إيد دوا قوتيا وأما أنا فأصوم ولا أفطر جبرو بيدا أجي زي رابم روجيا بقرم صالة وقات أزي بروجيبم أزنما دفترم برك دريا بين مسألة دا أسكارم خبقهن مخودا يخوا إيسسيا قوتيا وأما أنا فلا أتزوج النساء أي زي من أخوا جبيركا بكم أف شهوتا جو خودي تعالى دايما جو هر إنسانك چزلام بي چبيرك بي ميلا ويش طرف ديره هيا جو دعوة زواج دكي أزي بيل نفسا خو بكم أزي نفزورك نفسا خو بكم أزي منع خوش زواجي بكم بركي دريا منع خوش زواجي دا أسخو نزيكي خودي تعالى بكم فبيخنبر عليه الصلاة والسلام دنجي واكرية وبيخنبر عليه الصلاة والسلام دركت يسر منبري وجوارة قوتية قالي جماعتي أز أتقاترم جواش خودي تعالى أز نزيكترم خودي تعالى جوا لتبلو ويجي از درازم واز جار جارنا شيارد من قيام الليل دكم از روجي دقرم واز جار جارنا افطار دكم واتزوج النساء الزواج دكم فمن رغب عن سنتي فليس مني هذا معنى حديث بيغمبر عليه الصلاة والسلام بلي بردوام كفرها سيدا بلي لا مصطفى برسيتهين مصطفى كرمك سيدا يعني فمن رغب عن سنتي فليس مني أي نجمنا لينفو نريا منا مثلا بيجن نجمنا الناس أمتي نريا منا كوازدك مثلا نجريا منا جبرجو وقت جو أم ذكرنا تفسير السنة هي الطريقة بله سيدا نجو نج أمتا منا جبرجو هناك صحابي هابون حتى زواجي نكرنا فتنكاري وينا بيجي يعني من ليس من سنتي فليس مني أي ليس من طريقتي ليس من منهجي غير متبع لمنهجي تمام إن شاء الله السنة زماني عربي ده أصلي وينا الطريقة الذي يسلكها الرجل يعني أمد بيجن هذه من سنن الله في الكون يعني أبنا يكجوان عادات خدي تعالى دي كون دنا جسنتي خدي تعالى دي كون دا إنه باران بفيران جداد كبي روج بفيران جداد كبي أبنا سنن لكن سنن خدي تعالى دي كون دا جسنتي بيخنبر عليه الصلاة والسلام يعني أوريا جو بيخنبر عليه الصلاة والسلام اللي سرد مشيها أو معناهنا بله بردوام كفرها سيدا برسك تشوك هي اگر هون درفت بدن بابات سنتي يعني هنك دبيجن هنك عالم وزانيار دبيجن جرك يعني او نجرك انسان دكاري هنك سنة دف جبرده جبو اوجي ناوك فرز وري خويا كرن يعني از ميناك بدم مثلا حرج از بشتي نميجا مغرب دركات سنة دكم هنك دبيجن يعني نابي ويستحرج حرج دبيكو روجك از دف جبردم چنكي يعني او نفرزه بيجو من نفرزه
بيجو ما نفرزة اختيجو تجو سنت نما فرزة سنت يعني بيخنبر عليه الصلاة والسلام كريا يعني بيخنبر عليه الصلاة والسلام إجما خوستية جو جار جارنا أم بكن هذا معنى سنت ما تفسير كر إنه السنت أو تشتي جو شريعتي شتا خوستية جو تبكي جو باشت بكي ودمي جو تنكي نورمالة تناكبي جو نهدى ودمي جو تبكي تخدان خيري أما يعني تيت إيرو هرتشت هاتية واضح كرن يعني هركز زاني قول ميجا مغربي سيرك عتن او درك عتي بيشتي ويرا نفرضه فجار جارنا مروف دكاري بكي وجارنا وقت يقول انسان مشغول بمروف ناكي ام قالك جارا وينا بتكن يعني حالتك نورمالة طبيعية لكن ده مفهوم السنة ده يعني دي اطار فقه ده مجال فقه ده حتى السنة جي يعني احوال اخوهنا يعني السنة هنا ام جوالة بيجين سنة راتبة سنة نراتبهنا يعني سنة جو بيخنبر عليه الصلاة والسلام قالكي جهد دايدة وسنة جو بيخنبر قالكي جهد دايدة مثلا نمونا لميجا ضحاي سنتك نفرضة لكن سنتك جو بيخنبر عليه الصلاة والسلام جهد دايدة تا درجك يعني خلكي فهم ذكر جو احتمال فرضي جهة لكن نفرض بو مثلا بري لميجا صبه درك عت سنتنا او هر دو ركعتين سنت هنجي بيخنبر عليه الصلاة والسلام جهد دايدة تا درجك قد فقهاء مدبيجن دبي وقت قد هاتي لميجا جماعتي لميجا صبيت شوي جامي وتميذكر جو خلق جماعتي ديا فمجال نما قد تدرك على السنة يا خبيكي دبي بيشتي الميجا صبيه تبلو جو بيشتي الميجا صبيه لميجن بسبب شينابي مروف بكي لكن ابناء سنتك جلكي جرينجا بيخنبر عليه الصلاة والسلام قالك حريص بولسر دبيت كاريوي قضاجي بكي لميجا تراويحة سنتك خلقي ما فهم كل يقوبو رمضان جامعة دنا لكن سنتك كاري نكيجي قلت نكيجي تبرز غريكا وينانينا تنابي خدان قناه روجية بطال نابي لكن قلت تكر بنيتا قو سنتا بيخنبر عليه الصلاة والسلام تخدان خيري أما يعني بمعنى انه جارنا نكن جبو خاطري خلق فيهم نكن نعم ما وظيفه تعليم الشريه بله سيدا يعني نهاب كرت وكرمانجي ام دكارم بيجن اش سنتي ام جارنا هنك سنت ناكن او جي سنته چونكي بخنبر بخوا هرتم يعني سنت هنا يعني نا بيناف بركريا يعني نورمالة من طبيعيه قلت نكي ما دام سنتك دبيجو قالك جرى مروف نكي قال لك نورماله نا علامتي قلت مروفك تقواي نا علامتي والله تجار تذكر تمشغولي بوي تكاركي تهيا تجوي سنة قراء ما دام تواجب كريا نا علامتي والله فيك خصلة من خصال النفاق نا نورماله طبيعيه بله سيدا خدش ورزي بقالك بس صار بخدش ترازي ان شاء الله كلام كعب فرهات بله والمرأة في هذا الحكم مثل الرجل فإذا كانت محتاجة للزواج لصيانة نفسها وحفظ دينها وتحصيل نفقتها استحب لها الزواج أيضا. طبعا دفردت بيجي يعني فرقة جنومير جفنين مسألة ده يعني في حكم جو يعني أم بيجن الزواج مستحبة بمعنى سنته وقت جو إنسان يعني إمكانه ويهبج بو مسألة زواجي يعني جد حالتها بيرك دجي دخوازي هم خبسترين مسائل مادي دجي موانعي وينانين دي بسنته يعني جو زواج بكي ونقو والله بيجي خبالك مش عبادة يرى بلي ثانيا مستحب تركه أي مكروه وفعله خلاف الأولى حكم ددوا يا حكم أول مرة قلت جو مستحبة بمعنى سنته حكم ددوا جو مستحب تركه يعني باشا قلت تركه بكي بمعنى مكروهة يعني أجر تبكي نابي خدان جناه لكن قلت نكت خدان خيري بيوي معناتي كرمك أو حالتها جو مكروهة شيء كيشان جوان مامستا دوام كفرهات أو حالة شيء مستحب تركه أي مكروه وفعله خلاف الأولى الأولى بله بمعنى انه يعني نيا هري باشا او لا ترى بله تمام وذلك اذا كان محتاجا للزواج لكنه لا يملك أهبة النكاح ونفقاته وعليه في هذه الحالة
أن يعفى ويستعين على ذلك بالعبادة والصوم، لأن الانشغال بالعبادة والصوم يشغله عن التفكير في الزواج واستثارة الرغبة فيه ريثما يغنيه الله من فضله. ودليل ذلك قوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. اف حالتها دوايا دبي يعني مكروهه جو انسان زواج بك يعني نباشا، بمعنى انه تنكي تنخدان يعني تخدان خيري وقوت زواج كرجت نابي خدان قناه، او حالة شيء دبي وقت جو انسان محتاج زواج به، يعني بمعنى قدرته ويناي جسدي هي امكاناتي وينال سر جماعي هي، لكن مؤونتا زواج بيرنين يعني امكانات مادي بيرنين دبي في حالته دا يا باش او جو زواج نكي وبرا آري كار بالسر شكاندنا وشهوتا جو خد تعالى دايدا بروجي قرتنش بلقو بيخنبر عليه الصلاة والسلام قوتيا: فمن لم يجد فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وطبعا دليل جياني بآية قرآن بيروز: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، أي لا يجدون مؤونة النكاح يعني مصاريف فتح بيت حتى يغنيهم الله من فضله. لكن أبناء الرأي قد هندروا مذهب الشافعي ليش بون فين بكن رأي ديغونا بالعكس كاري زواج بكي ونمكروها وتبرز غريكا وينا نينا. ودليل واناجي أوا جو بيخنبر عليه الصلاة والسلام بده دربا رابوها وتخوارن دمالاوي دنينا، يعني برقو أف حالتها جو بحث دكي دبي إنسانك إمكاناتي ويناي جسدي هيا جو زواج بكي، يعني بمعنى إنسانك قدرته وينا هيا محتاج زواجها او علاقته وتيكليا جنو ميراتي كاري بكي. لكن اب انساني هنا فقيره امكاناتي وينانين جو مالك فكي بري وينانين جو مهري بدي جو مالك فكي جمره قد جو مكروه برا زواج نكي. علماء دي قلتن جو ناتش ما برا زواج نكي برا زواج بكي ما اغلب بيخنبر جيانا وينا عليه الصلاه والسلام درابو جو خوارند مالاوي دنينا. ينجي حديث بيخنبر عليه الصلاة والسلام: دم زوج رجلا بخاتم من حديد، دم زلام رجوت جو التمس ولو خاتما من حديد، او زلامك فقير بو امكاناتي وينا نبو حتى درجك جو تشتك نبو جو مهري بدي جني. بيخنبر عليه الصلاة والسلام جيرا قوت جو هراما قستيلك جهسن بيدا بك يعني التمس ولو خاتما من حديد. فأبناء رأي دوا يا رأي جمهورة جو نمكروها وإنساني جو يعني إمكانات زواجي يعني يا جسدي بيرا هيا لحالي ونا فقيرة نكاري مالي بكي. إيه مؤلف اختيار رأيك كرجو جرك مكروه جو زواج نكي يعني زواج بكي يعني يا باش جرك زواج نكي، لكن رأي دوا بجنا زواجا خو بك وسنته وتبرز جريكا وينانينا. واساسا جيانا بيخنبر عليه الصلاه والسلام حمجي برنجي فقيرتي بو بيخنبر عليه الصلاه والسلام دنيفروكي دهاتا مال دقوتا عائشه دقو يا عائشه هل عندك من طعام؟ دقو لا يا رسول الله. دقو اذا فاني صائم خوارنينا دمكز بروجيما جيانا خو بردوام ذكرن بلي بردوام كان. ويفهم هذا الحكم أيضا من مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه إذا لم يملك الباءة كان ترك الزواج مستحبا له. أفنا دفردا أجر ببيراود مقطع أول ده ما شرح كر دفردا مؤلف تفسيرا قوتنا بيخنبر عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم الباءة، قوتنا الباءة بمعنى مؤونة النكاح يعني مصروفة زواجي فكرنا مالك يعني ما أسائلي مادي اختيار كر تبلغوا أو نهر دوجي خلافنا بلي ياسيا. ثالثا مكروه، وذلك إذا كان غير محتاج إلى الزواج كان لا يجد الرغبة فيه، أما فطرة أو لمرض أو علة ولا يجد هبة له، وذلك لما فيه من الالتزام ما لا يقدر على القيام به، لأن النكاح يترتب عليه المهر والنفقة وهو لا يقدر على ذلك فيكره النكاح له. طبعا دفرد مؤلف جو يكره بمعنى انه يا باش او جو نكي اگر نكر خدان خيره واگر كرجي ناكا في جنهدا. لكن ابناء رايك اج راي دي سئ فقهاء شافعيه اجبرجو رايك دي هيا دبي حرامه يعني اب انساني جو
يعني رغبتا زواجت خدا نابيني يعني اساسا ميل بيرا نماج آلية جنافا يعني چه اساسا بيرنينا اف انساني هانا خد تعالى او داية دنياي او محروم كريا رغبته وشهوته بآلية جنافة يعني أب إنساني هنت أب معناه قلتنا فطرة قلتنا معناه فطرة يعني أساسا خد تعالى أو دا دنياي بيجو أو ميلا قول سرجنا بيرهابي بيجو أو شهوة بيرهابي أو لمرض أو لعلة ينجي أب إنساني هنا بسبب نخوشيكي أو داخوازية زواجي بيرنما ينجي بسبب مظنبونا عمركي أب إنساني هنا نما دكاري بواجبات جنو ميراتية يا جنسي رابي دفردا أغلب علماء دخوت بجن حرامة جبر قلت رابي ظلمك الفي كتشاها بكي أب كتشاهانا چلو تزلامي خود تعالى أو إمكانتا الشهوات دابو زلامة ولو جدايا جنا چلو گو زلام لباسون جنيرنا ولو جي جن لباسون جزلام رنا فعمليكي متشاركة نقو والله بيرك مجرد جهازك وكأي تشتد مالي ده أبناء عمليكي متشاركة شلو خد تعالى شهوات دايا زلامة ولو جي خد تعالى شهوات دايا بيركي شلو زلامتي خوستن دقاري قو زواج بكي وجبو خاطري قوي شهوات أخوا تير بكدريا حلالي ده ولو جيش بيرك تي خوستن قوي شهوتا قو خد تعالى دايدا تير بكدريا حلالية ده فوقت قو أبزلامي هانا خد تعالى أو نادا بي دنياي أساسا أو ميل بير نبي يعني أب إنساني هانا خوش كتيا فأب ميلها بيرنينا يعني مظن بوا جبي مسألة قط بوا معناوي ناوي نكارب بأركو واجبات خوي جنو مراتي رابي فقسم جمهور فقهاء بجن مكروها بالعكس حرامة بلي رابعا الأفضل تركه وذلك يعني إذا يا كان هري باش قلت تركاوي بكي بمعنى مكروها أو جيتين بلى وذلك إذا كان يجد الأهبة ولكنه ليس محتاجا إلى النكاح لأن نفسه لا تتوق إليه وكان منشغلا بالعبادة أو منقطعا لطلب العلم فإن التفرغ للعبادة وطلب العلم أفضل من النكاح في هذه الحالة لأن طبعا النكاح يعني أف حالات بيجي وقت يقول إنسان حالته خوي نورمال دبي يعني تإشكالاوي موانع نينا يعني نانا خوشيك بير هيا ينجي خد تعالى أو محروم نكريا مسائل يقول شهوته وينانا بي طبيعية لكن دعيني وقت دجي دا خوازية خنابي نفسها خنابي نقول محتاجة وين مسألة هاي يعني مسألة جنسية ومشغولة بمسألة خندنة مشغولة بمسألة عبادته دفرد ايه مؤلف عبادته علم بهبرة كريم جو يا هري باشا بلا زواجي نكي بلا خوالا كيج عبادتي روج علم را قسمك كيج علماء فرق دكن دنا بين علم ودنا بين عبادته ده دبي وقت جو زواج وعبادت كتنا مقابلي هفدا يا باش زواجه لكن وقت جو زواج وخستنا أم بيجن طلبوا العلم فيربون زانبون كتنا مقابلي هفدا وأب إنساني هانا سر خناطر سيقو بك بحرامية ده دبي يا باش أوغو خوالا كيش طلبي علم را نتش زواج نكي بلي جبرقو احتمالا مسألة زواجي ومشغول بكيش خوندني مسألة هذا يا بينجا خامسا الأفضل فعله يعني يا باش أوغو زواج بكي بمعنى سنته من. فإذا كان ليس منشغلا بالعبادة ولا متفرغا لطلب العلم وهو يجد الأهبة للنكاح لكنه غير محتاج إليه فالنكاح في هذه الحالة أفضل حتى لا تقضي به البطالة والفراغ إلى الفواحش وبالزواج يحصل له الاستعانة على قضاء المصالح وإنجاب الذرية وزيادة النسل باشترى جو بكي بمعنى سنته جوي إنساني جو نمشغول خوالا نكر يش عبادتي را وخوالا نكر يش خواندني را دعيني وقت ده إنسانك سليمة خودي تعالى تعيبي نداني ده لكن دعيني وقت ده خو محتاج زواج نابيني فدفرده دبجبي إنساني هاي جو طبيعية نورمالة ونفالا يعني خوالا نكر يش عبادتي را وش طلبي علم را
يا باش أوجو زواج بك جبرجو احتمال ما دامنا مشغولة بعبادتي ما دامنا مشغولة بطلب علم أفالا بونا قوتي ديا هيا ميجي وينا تفكيرا وينا فالا بونا قوتي ديا بري وينا بدي حرامية فجبو بري وينا نادي حرامية جبو أمريلو حرامية بقرن برا هري زواج بك نخاسم قو موضوع زواجي نها ما تم يعني آرمان جو مقصد زواجي تاني أو قمروف شهوته خو إشباع بك يعني زواج نها ما تاني مروف إشباع زواج يعني رغبته خو جنسي دك نا زواج درخويدا قمروف عائلك آبا بك أبا قو نافلك يقو إنجاب الذرية وزيادة النسل أواقو بيخنبر عليه الصلاة والسلام جمرة قوتية تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. بلي أم الفرب ساكنين أمبر دوام كن قالي خورتا ونشد بيجن نزاني بينو أبا كانت الإسراف في الإسلام أم بهلن درزابي تشدره نزاني جاب كيفا وي أم بهلن درساوري باشتر بنولو باشتر بيري جوفا ساعتك مقدا تمام خويا تعالى جورازي إن شاء الله كلامك ناقر سؤالي وهاب زي برسوي سؤالي وابدن